السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد بوصفة جديدة إن شاء الله. اليوم بعيدا عن الطبخ وداك الشيء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الزيت اللي صراحة فعال فعال بزاف بزاف، وعن تجربة ماشي غير جبتو دابا وغادي نعطيه لكم. الحمد لله مجرباه ومعاودة، وهو باش متبعه هذه مدة. كان شوية ديال التهاون ملي زادت عندي زياده، وكتعرفوا مع الحمال وما كيبقاش بزاف الخاطر. المهم درتو لبنتي، عطيتو للناس جربوه، صراحه فعال بطبيعه الحال. كاينين بزاف ديال العوامل اللي كتحكم في تساقط الشعر وفي المشاكل اللي عندنا في شعرنا. ما يمكنش غادي نقولوا حنا غادي ندير واحد الوصفه وصافي راه هي اللي غتحل لنا المشكل. خصنا نشوفوا بعدا المشكل واش داخلي. الا كان كيف ما قلت لكم، خاصكم تشوفوا واش كاين المشكل الداخلي بعدا، واش كاين المشكل جاي من الداخل ولا من التغذيه. لان شحال من مره وكيف كنعرفوا بزاف ديال النساء كيعانيو من فقر الدم اللي كيتسبب بواحد المشكل كبير ديال تساقط الشعر عند المراه عموما، ماشي بالضروره تكون والده ولا يعني عند النساء كاملين. عادي لا زادت الولاده والرضاعه راه كيكون مشكل كبير، وكيكون نقص في الحديد والمراه ما كتردش ليه البال. واول حاجه غديروا اللي غادي كتعاني من التساقط غدير التحاليل، ما فيها باس دير التحاليل باش تعرف واش المشكل جاي من نقص في الحديد. اول حاجه. من بعد كاين المشاكل النفسيه اللي من بينهم ستريس. الا كان الواحد ديما مستريسي وعنده المشاكل وكيفكر بزاف وكيخمم وعايش واحد النمط في حياته بعدا اللي هو ديما مشكل مع راسو وداك الشيء، راه ما يمكنش غادي يكون عندكم شعر صحي. راه ما يمكنش، لان الصحه الجسميه ولا لوجهك ولا شعرك ولا الجسم ديالك كامل كيبان عليه داكشي اللي لداخل. المهم انا اتطرقت لهاد النقاط لانهم مهمين، وحتى منين كنبداو شي دواء طبيعي راه ما كنعتمدوش على هذاك الدواء 100%، لان خاص يكون علاج داخلي وعلاج خارجي. العلاج الخارجي الا كان فعال مثلا بحال هذا اللي غنعطيكم اليوم، هذا الزيت راه 100% فعال، ولكن خصكم تحاولوا تعالجوا حتى من الداخل. انا غنهضر لكم على التجربه ديالي، وفي نفس الوقت غادي نقدم لكم الزيت. التجربه ديالي مع هذا الزيت فاش قررت انني نعتني ونرجع لكل ما هو طبيعي. لان طبيعي المراه ملي كتولد، وخصوصا اللي كتولد وليدات تبارك الله متابعين، راه كيكون واحد الاهمال بلا ما تشعر. يعني هذا الشيء عادي راه متعارف عليه. من بعد صافي قررت فاش بداو كيكبروا شويه الدراري، قررت انني نعتني براسي. هاد الزيت كنت درتو اول مره دابا راه شي 4 سنين واقيلا ولا 5 سنين، ما عقلتش بالضبط. صراحه عطاني نتيجه خطيره وبزاف. يعني كيفاش حتى طوال الشعر بالزربه، كيفاش حتى ولات الخلفه ونبت الشعر اللي كان هرب من بلاصتو من القدام. ولكن ما درتوش بوحدو، كنت كندير هاد الزيت مره في السيمانه، وكنت كندير في وسط السيمانه، يعني في الاخر ديال السيمانه كندير هاد الزيت، وفي وسط السيمانه كندير ماسك ديال البيض البلدي. كندير بيضه بلديه، كندير فيها معلقه ديال زيت الخروع، معلقه ديال العسل، واي زيت بغيتو. بالنسبه لي انا ما كنتش كنحتاج زيوت اخرى، لان ما كانش عندي مشكل ديال الجفاف. كنت انا عندي مشكل ديال التغذيه، خاصو يتغذى من الجذور. هادشي اللي كاين. بالنسبه للبنات اللي عندهم شعر جاف غيزيدوا الزيوت اللي بغاو همايا. صافي كداوموه. وميم طون ملي كتبداو هذا الشيء خاص ضروري تداوموه على الاقل 3 شهور. يعني شحال من وحده كتقول لك انا راه ما خليت ما درت، انا راه ما عرفت ما عرفت شنو درت لشعري. وراه ما يمكنش تبداي واحد الوصفه ديريها مره ولا جوج وتقولي ما نفعتنيش. وخصوصا هادشي الطبيعي، هادشي الطبيعي كيبغي المداومه والعنايه ديما ديما ديما. ماشي غديريه مره ولا جوج تقولي صافي راه درتو هكا وما دار ليا والو، راه ما يمكنش. صافي قلت لكم كناوبوه هو الماسك ديال البيض، وكناخذ مكمل غذائي. مكمل غذائي خاص بالشعر والاظافر. الاظافر حنا كل واحد وعلاش كيسعى. انا
كان كتر الاهتمام ديالي بالشعر ماشي بالاظافر، ما كانش عندي مشكل ديال باش يطوالوا ليا الحمد لله. صافي. كاين بزاف ديال الانواع ديال المكملات الغذائيه ديال الشعر اللي منهم فوراكابيل، بزاف ديال الماركات. مؤخرا انا خديت واحد المكمل غذائي بيو، انا من بعد غادي نجيبو باش نصوروا لكم. في الفتره اللي كنت انا متبعه هاد الزيت كنت كندير فوراكابيل والحمد لله وافقني. كاين البنات اللي ما مرتاحوش ليه كياخذوا ماركات اخرين. تبعته 3 شهور مع هاد الشيء اللي قلت لكم، كانت النتيجه خياليه، زعما صراحه خياليه. المهم غادي ما نطولش عليكم، انا قلت لكم النقاط اللي اعتمدت، وحتى نتوما ان شاء الله تستافدوا، وعلاش لا تطبقوا هذا الشيء وغادي تحصلوا على نتيجه مزيانه. وللاشاره انا عمرني ما صبغت شعري. بالنسبه للناس اللي كيصبغوا شعرهم، انا سامعه بالله الزيت ما يمكنش ديروه نتوما كتصبغوا شعركم، ولهذا البنات اللي صابغين شعرهم ما ننصحهمش بالزيت ديال الاعشاب حتى يقرروا 100% انهم غيستغناو على الكيميائي وغيدوزوا لشي حاجه طبيعيه. وبطبيعه الحال ملي كدوزوا للطبيعي راه كيكون واحد القفزه كديروها، تقدر كاع يطيح لكم الشعر بزاف في هذيك الوقت، ولكن من بعد غينوض لكم شعر صحي ما تخافوش. هادشي اللي كاين. غنبدا على بركه الله في المقادير، ما تخلعوش. بالنسبه للناس اللي في المغرب ولا في الدول اللي فيهم العطاره، راه غتجيهم ساهله. كتمشي عند العطار كتقولي ليه عطيني هذا الشيء كامل، كتقيديه في ورقه، غيدير لك شويه 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 من الحاجه وغتجيبيه هانيه، ما غاديش تمحني. بالنسبه لنا حنايا المغتربات، انا الحمد لله الله يخلي لي ميمتي كتصيفط لي ديما العشوب كيكونوا عندي. بالنسبه لهذا الزيت الا ما توفرش عندكم شي عشبه ماشي مشكل، بالنسبه للناس اللي ما كاينينش في المغرب ماشي مشكل ما ديروهاش. المهم غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا الورد. بالنسبه لي انا غندير كميه مضاعفه اليوم، داكشي علاش درت هكا، يعني انا موالفه كندير غير معلقه من الحاجه تقريبا كبيره. عندي الورد تقريبا هنا 2 معالق، عندي الريحان، عندي اليازير، ها هو راه هادشي كلشي هذا مصوب على اليد. عندي هنا الشيح، عندي الخزامه ها هي جديده حتى هي، عندي السنبل حتى هو راه مفيد للشعر. انا ما غنقولش لكم كل حاجه والخصائص ديالها، لان هادشي اللي قلت لكم مجرب و100% كيصدق، ما غاديش نبقى نهضر على كل حاجه بوحدها. جمعوا هاد العشوب وديروهم على حسابي. عندي هنا البابونج، عندي هنايا السدر، هذا ذكرته الريحان، اليازير، عندي جلوفة الرمان. الا ما توفروش ماشي مشكل. عندي هنا شويه ديال حب رشاد، الكميه كتكون اقل من هذا الشيء. عندي هنا القرنفل، عندي هنا الحلبه. ما تخافوش راه واخا تشوفوا هذا الشيء كامل راه ما غاديش نطحنو، غادي غير يطلق في الزيت. عندي الحرمل المطحون، ضروري يكون مطحون الحرمل. والحاجه اللي زدتها هي مريوت كيقولوا ليها. انا المره اللي فاتت ما كنتش درها لان هاد الزيت رانا كنت شاركته في جروب مع البنات في الفيسبوك، وبزاف البنات الحمد لله جربوه وقالوا لي راه وافقهم في الخاص الحمد لله. المهم انا مريوت سمعت عليها بزاف كتساعد في تطويل الشعر، على داكشي علاش زدتها. ما تقيدوش بالعشوب، اي حاجه عرفتوها مزيانه للشعر ديروها في هاد الزيت. عندي هنا القرفه عواد، حتى هي كتنشط الدوره الدمويه. هنا عندي الزعيطره ديك الرقيقه، ها هي حتى هي عندي طريه وكانت ناشفه. عندي الزعتر، عندي زنجلان وزريعه الكتان. هادو بوحدهم ان شاء الله غندير لكم بهم واحد الزيت ديال الترطيب ديال الشعر اللي كيغديه وكيقويه وفي نفس الوقت كيحبس التساقط. هنا انا ما غنطحنهمش. وهنا عندي طرف ديال سكينجبير طري، بما انني انا دايره تقريبا الكميه مضاعفه انا درت 2 طروفه. وعندي بصله حمراء كبيره، الا كنتو غديروا نصف الكميه غديروها صغيره، غنديرها بقشورها. والثومه حتى هي هذا الراس ها هو كبير، غادي نفرشخو. غنفرشخ باباه. بالنسبه اللي غيدير نص الكميه تقدروا ديروا غير نصها. وعندي هنا زيت الزيتون يكون بيو ويكون اكسترا فيرج كيف ما كيقولوا لا اكسترا فيرجيني، يكون خالي من الملح ضروري من هذه النقطه.
وعندي هنايا زيت الخروع. وهنا انا ما درتش الحبه السوداء، ما عرفتش فين، لان باش جمعت هاد العشوب بقيت كنجبد في سطولتي. المهم ما لقيتش الحبه السوداء. انا غندير شويه ديال الزيت ديال الحبه السوداء، هذا خالص ويعني فري. صافي غادي هادشي كله غادي نوريكم الطريقه كيف كندير. المهم غناخذ واحد الطنجره. نتوما الا كنتو غديروا نصف الكميه كما قلت لكم راه غديروا غير كسرونه اللي هي صغيره. انا درت لكم هنا هاد البابي كويسون باش يبانوا لكم العشوب، باش يبانوا لكم مزيان شنو هما. غادي نهز هادشي كله غادي نديرو هنايا العشوب كاملين. وبصله غادي نقطعها طريفات صغار، غنديرها بجلوفها بكلشي ليها بقشورها، ما تخافوش منها. نديروها بكلشي ليها. راه واخا تشوفوا البصله والثومه وداكشي راه الريحه ديالو راه ما قوياش، ما تخافوش منه. انا راه ما كيخطانيش هذا الزيت، ديما كيكون عندي لان كندير كميه مهمه وكنخليه راه كيبقى عندكم على طول العام. ولا كنتي شي معيكيزه راه غيبقى عندك بزاف. اما الا كنتي كداومي راه بطبيعه الحال راه غادي تكونسوميه. المهم انا غادي نقطع كل شيء وبصله هكا، ماشي مشكل واخا ما تكون كبيره، ماشي مشكل. حتى من بعد غادي نصفيو هذا الزيت ماشي دابا. المهم هذه غادي كما قلت لكم غنفرشوها صافي. كتهرسوها هكا ولا تضربوها هكا بالموس وتلوحوا الا غلباتكم في التفرشيخ. حتى هي غديروها بقشورها. واخا يبان لكم الثومه وهادشي راه ما تخافوش منه، هادشي غير كيطلق المكونات ديالو من بعد غادي نصفيو الزيت. انا عندي واقيلا شي وحده هنا خاسره ما غاديش نديرها. المهم انا راه عندي هذا كبير هذا الراس ماشي صغيور. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وغتشوفوا النتيجه. انا صراحه فاش بديتو كنت ماشي قاطعه الياس، ولكن المهم كنت كنقول انا محال زعما صراحه شعري واش غيرجع كيف ما كان. من بعد جربتها في بنتي، جربته في بنتي صراحه تصدمت بالنتيجه. في واحد الظرف وجيز صافي الدريه الحمد لله نط لها الخلفه وبدا كيطول لها الشعر. وواحد جارتي تاني عطيته ليها وعجبها. انا نقطع هاد السكينجبير زعما ماشي مجرب 100%، وانا داكشي علاش شاركته معكم. نديو رحمه الوالدين، كنتمنى ان شاء الله تجربوه ويعطيكم نتيجه مزيانه. وما فيها بس تاخذوا المكمل الغذائي اللي قلت لكم راه مزيان. انا غادي نصوروا لكم غادي نوريه لكم دابا هذاك اللي دابا انا غنستعمل، لان فاش كنت كنرضع بنتي ما قدرت نستعمل والو. غندير شويه ديال الزيت ديال الحبه السوداء. بالنسبه لكم البنات ما ديروش الزيت، ديروا الحبه السوداء، انا ما لقيتهاش صافي. وغادي نخوي الزيت كله غادي نخويه. انا باغا كميه مهمه غادي نحاول نحيد لها هذه باش نسربي دغيا. والماء غنديرو في حمام مريم. انا دايره الماء يسخن، انا غندير يطرو كامل كما قلت لكم. بغيت نحتفظ عليه يبقى عندي. نقدر نزيد حتى اكثر لان باش نبروفيتي مع العشوب وداكشي نبروفيتي محدي دايره وغادي نصاوب كميه مهمه. نقدر نزيد شويه ديال الزيت مازال. المهم الزيت نتوما على حسب شحال بغيتو الزيت. احسن الواحد الا يصاوبوا العائله كامله يذوق اللي بغى يطول شعره. بالنسبه لزيت الخروع انا ما غنديروش دابا حتى كنصفي الزيت، لان انا غنقول لكم ملي غنديرو في حمام مريم
غادي نخليه حتى كنحس به هادشي بدا كيتفاعل وبدا بحال الزيت غيبدا يطبخ هذا من غير التحتاني، حيت غنديرو غير في الحمام مريم. من بعد غادي نخليوه يبقى 21 يوم، غنسدو عليه في قرعه ديال الزاج ونديروه في بلاصه مظلمه تحت شي بلاكار، ولا نخزنوه في شي بلاكار ونخليه 21 يوم. من بعد فاش كنصفيوه كنزيدو هاد الكاس ديال الخروع، كنخلطوه وكنبقاو نستعملوه كحمام زيت لشعرنا، ولا نديرو هذاك الزيت اللي قلت لكم، داك الماسك ديال البيض اللي كنديروه بزيت الكوكو والبيض والعسل، ممكن ديروا فيه شويه من هاد الزيت ديال الاعشاب. المهم انا غادي نوريكم دابا غادي نديرو في حمام مريم وغنوريكم. هنا كيف كتشوفوا انا درت هاد القميله هادي ودرت الماء ها هو كيغلى، وهنا عندي الزيت. انا زدت تقريبا واحد 250 مليلتر ديال الزيت. كما قلت لكم انا بغيت كميه مهمه، يعني غنبروفيتي مادام درتو وما جمع ليا تاني العشوب. كما قلت لكم نتوما راه حالكم ساهل، البنات اللي في المغرب راه العطار راه يعطيكم كلشي، غيجمع لكم كلشي. صافي هنا غادي نخليه بشويه عليه، غادي نقص عليه ونخليه بشويه حتى كنحس به غادي كتولي هاد الثومه والبصله بحال كيبانوا بحال حتى هما بداو كيطيبوا. صافي غادي من بعد غادي نطفي عليه وغنخليه حتى يبرد تماما، ونديرو في قراعي ولا في قرعه كبيره. لا لقيت شي قرعه كبيره غدا ان شاء الله غادي نديرو فيها. صافي وغادي نسد عليه ونخليه، سينو غنقسمو في قراعي اللي هما متوسطين ونرجعو ان شاء الله. بالنسبه للمكمل الغذائي اللي قلت لكم ولا الخاص بالشعر هو هذا. هذا بالنسبه للبنات اللي عايشين في ايطاليا ولا في المانيا، راه كاين في الدي ام. الثمن ديالو ما كامله 7 اورو، فيه مده ديال الشهر. وبالنسبه للانواع الاخرى راه كتكون على حساب، كاين اللي ب 15 اورو فيه 3 شهور، كاين اللي فيه شهرين، كاين هذاك فوراكابيل اللي كنت كناخذ 3 شهور تقريبا بواحد 20 اورو وكتهناي. يعني راه ماشي الثمن ديالو خيالي ولا شي حاجه، راه مهم بزاف. هو كاتبين عليه مزيان للشعر ومزيان للضفار بالنسبه للبنات اللي كيتهرسوا ليهم ضفارهم. المهم هذه كانت ملاحظه بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش ياخذوه. وبالنسبه للزيت اللي استعملت انا كنأكد ما خصهاش تكون مطحونه بالملحه، لان الا كان مطحون بالملحه غيخرج لكم على شعركم. حاولوا تشريو الزيت نقيه صافيه ما فيها حتى شي حاجه، حتى خصوصا البنات اللي في المغرب، لان غتقول لك الزيت ديالنا ديال البلاد ديالنا ولا شي حاجه. لا، راه كاينين اللي كيطحنوه بالملحه وراه ماشي مزيان للشعر. المهم هذه ملاحظه كنأكد عليها باش البنات ياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء هذا اللي كنقول لهم. وبالنسبه لواحد نصيحه اخرى، انا كنستغل الفرصه لان ماشي ديما غندير بحال هاد الفيديوهات ديال بالنسبه للشعر والجسم. مره غنبقى ندير لكم الوصفات اللي انا كنديرهم. بالنسبه لواحد الملاحظه عاوتاني، كناخذ شويه ديال اليازير كنديرو في شي كسرونه ولا شي حاجه، كنخوي عليه الماء طايب، ما كنغليش، كنخوي عليه الماء غليان مزيان وكنغطيه. ضروري تغطيوه بشي حاجه، ما تخليوش البخار يطلع، لان فيه الزيوت النافعه والزيوت الطياره لما مشاو تطاروا طارت المنفعه. المهم كنخليوه حتى كيبرد تماما وكيطلق، عاد كنحيدو عليه الغطاء. صافي ملي كيبرد كنصفيه وكنديرو في الرشاشه وكنبقى نرش في الفروه ديال الشعر. هذا حتى هو كيوقف التساقط ومع المداومه بطبيعه الحال. وحتى الناس اللي كيعانيو من القشره كيحبس القشره حتى هيايا. ومنين كتبغيو ديروا شي حمام زيت ولا شي ماسك ضروري فزقوا الفروه ديال شعركم شويه هكا، باش هذاك الفروه ديال الشعر ولا الشعر ديالكم غادي يستافد من هذاك الشيء اللي كديروه كيف ما كان، سواء ماسك سواء زي حمام زيت. وضروري منين كديروا الزيت الحمام زيت كتغلفوا راسكم بواحد البلاستيك غذائي ولا هذاك السلوفان، وتغطيوه بواحد الفوطه تكون سخونه، فتفزقوها سخونه وتعصروها وتدوروا على راسكم الا بغيتوا تستافدوا مزيان من الماسك ولا من الحمام ديال الزيت. صافي هادشي اللي كاين. انا كنتسنى العشوب ديالي يطلقوا في بعضياتهم. كيف كتشوفوا ها هو يبدا كتحسوا به حتى هويا
كيطلق دوك كيسخن حتى هويا هذاك الزيت مع داك الشيء. غنتسنى عليه حتى يسخن مزيان. طولش عليكم فيديو. هذا هو الزيت من بعد ما كنصفيوه كنزيدوا عليه زيت الخروع وكنخلطوه وكيبقى هكا عندنا مره كنستعملوه. بالنسبه لي انا هنا هذا راه قديم عندي هنايا، يعني كيبقى عندكم حتى 3 سنين. المهم الا بقى ماشي مشكل، ما تخافوش منه، ما عندهم ما يوقع عليه. ملي غادي كما قلت لكم غادي يغلاو لي هذاك الشيء، غادي يطلق بعضياته، غادي نخليه انا غادي نغطيه تما ونخليه حتى الغد ليه. غنديرو في قاعه ديال الزاج بحال هكا بكل شيء ليه، يعني بداك الشيء اللي فيه، وغنسدها وغنديرها في الظل. غنخليها مده 21 يوم بالضبط، 3 سيمانات. من بعد كنصفيو وكنحصلوا على هذا الزيت بحال هكا، وغنزيدوا عليه زيت الخروع اللي هو هذا. بالنسبه اللي درتو نص لتر ديال الزيت الزيتون كديروا غير فنجان ديال القهوه، يعني هذاك الصغيور. بالنسبه لي انا مضوبله الكميه، غندير هذه الكميه يعني مضوبله. صافي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستافدوا منه، ونتمنى تجربوا هذا الزيت لانه صراحه غني عن التعريف. وشكرا لتتبعكم، والسلام عليكم ورحمه الله.